اكلت وانت على جنابه الفقر هيصيبك وهتبقى عيشتك كلها ضنك في ضنك، ولو انت مشيت وانت على جنابه وخرجت بره بيتك الملائكه هتلعنك. بيقولوا الكلام ده صح ولا غلط؟ انا عاوزك بقى تعمل شيل الكلمتين دول قبل ما تسمعهم، عشان هنحذر الناس من كلام خطير جدا اول مره تسمعه. وتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام تحت في التعليقات عشان الفيديو يوصل غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هتلاقي منتشر كتير جدا احاديث واورده ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاكل على جنابه يورث الفقر. الكلام ده يا اخوانا والله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاه والسلام ما قالوش. يعني انا ينفع يا عم شريف اكل وانا على جنابه؟ واحد دلوقتي احتلم، خلي بالك الجنابه دي ممكن تكون بثلاث طرق. واحد يكون احتلم وهو نايم، ده وارد جدا سواء رجل او امراه، او واحد عمل العاده السريه ودي حرام على فكره، مش معنى كده ان انت تعملها حرام، بس نفترض ان واحد عملها ولسه ما اغتسلش فهو كده برضو على جنابه. او واحد كان جنب من امراته، يعني جامع زوجته عادي جدا وده حلال وياخد حسنات كمان على كده. النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل اياتي احدنا شهوته وله بها اجر قال ارايتم لو وضعها في الحرام هل عليه وزر؟ واحد زنى في واحده، ايوه طبعا عليه وزر. قال كذلك وضعها في حلال، في الحلال يعني مع زوجته، فله بها اجر. فالشاهد من الكلام ان الجنابه ليها ثلاث حالات. طيب انا دلوقتي بقيت جنوب سواء كده او كده او كده، هل ينفع ان انا اكل؟ ايوه ينفع ان انت تاكل، يعني مش حرام يا عم شريف، ده بيقول لك بيورث الفقر وابقى فقير بقى وحالتي ضنك ومنياب 60 نيله. لا مفيش الكلام ده خالص، عادي ممكن تاكل عادي. واحد مكسل ان هو يغتسل دلوقتي، واحد الميه عنده قطعت، واحد كان الجو ساقعه وما عندوش ميه سخنه عاوز يسخن، واحد السخان بتاعه باظ دلوقتي، واحد عمل وكسل جدا وعاوز ينام ومش قادر يستحمل وتعبان جدا وراجع من شغله وعاوز وهيصحى قبل الفجر يغتسل، عادي جدا مفيش اي مشكله. يبقى يجوز ان انت تاكل وانت على جنابه، مفيش اي مشكله. نيجي بقى الحته الثانيه، طب لو انا مشيت في الشارع وانا على جنابه الملائكه تلعني؟ بيقولوا لي كده لا برضه مفيش مشكله. طب يعني انا برضه خلي بالك في حته مهمه جدا قبل ما انساها، لو انت عاوز تنام وانت على جنابه خلي بالك نام عادي، بس الافضل ان انت تتوضا، هكذا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده الافضل. دلوقتي مشيت في الشارع وانا على جنابه، هل كده الملائكه تلعني وباخد مع كل خطوه سيئه؟ برضه هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز ان انت مثلا واحد جاله نادى عليه واحد صاحبه وهو على جنابه فنزل راح معاه مشوار مفيش مشكله، واحد نزل يشتري حاجه وهو على جنابه مفيش مشكله، بس خلي بالك شرط واحد ان انت ما تضيعش فرض فوق فرض. يعني مثلا دلوقتي لو انت على جنابه بعد صلاه الظهر فانت مطالب ان انت تصلي الظهر، فلو الجنابه دي هتخليك تاخر صلاه الظهر اللي بعد صلاه العصر يبقى انت كده وقعت في الذنب ده حلو. طب لو واحد دلوقتي في صلاه العشاء ونام بعد صلاه العشاء وهو على جنابه وطنش وهيفوت صلاه الفجر كمان ويصحى على الظهر، نقول له حرام انك انت تاخير الغسل ادى لتاخير واجب او تاخير فرض من فرض ربنا، اصبح ساعتها تاخير الغسل ايه؟ حرام. لكن لو انت مش هتضيع صلاه مفيش مشكله لو انت اخرت الغسل شويتين. شيل بالك الكلمتين دول عشان نعرف الناس الصح من الغلط، ونسيبنا بقى من العادات والتقاليد الغريبه دي اللي بتخالف الدين. اخوانا انتوا لسه ما وصلتوش على النبي صلى الله عليه وسلم.